من الصفات الأساسية اللي بيتسم بيها أي إنسان ناجح في حياته إن هو بيحترم وبيقدر أهمية الوقت. في حاجات كتيرة ليها وقت محدد ديدلاينز ان بعدها بتفقد الامور قيمتها. تخيل حضرتك لو رايح تسلم مشروع بعد ميعاد نهاية التسليم، او رايح الابن يقدم في الجامعة بعد انتهاء الموعد، كل الحاجات دي ممكن تفقد قيمتها بعد وصلنا لوقت محدد. فشهر رمضان جاي يثبت عندنا هذه القيمة وهذا المفهوم، وهو ان مهم قوي ان احنا نحترم الوقت، لان ممكن ثانية تفرق. لو واحد شرب بعد اذان الفجر بثانية واحدة فهو صيامه يكون باطل، ونفس الحكايه لو هو فطر قبل ميعاد الافطار بدقيقه. فشهر رمضان جاي عشان يعلمنا احترام قيمة الوقت بالدقيقة وبالثانية. كمان هو أيام معدودات فيها جوائز كتيرة جدا جدا، فاحنا لازم نلحق نقتنصها. هكذا الحياة بالكامل عبارة عن أيام معدودات لازم نقتنصها. الوقت ده أهم مورد ممكن حضرتك تمتلكه في حياتك. أي مورد تاني ممكن يكون متجدد، ممكن الفلوس تنفذ حضرتك بتشتغل تاني وتحصل على فلوس أكتر وهكذا. الوقت مورد محدود جدا. في صفة خطيرة جدا وهو ان هو بيستنفذ ذاتيا، بمعنى ان لو حضرتك بتفكر في الفلوس، لو حضرتك قفلت عليها في خزنة ولا في بنك ولا غيره مش هتستنفذ، لكن بالنسبة للوقت هيستنفذ لو لم تستغله، فيجب ان تكون مخطط له. اذا الوقت ده اهم مورد حضرتك تحرص عليه. لازم تكون حضرتك دايما مراجع اهدافك العامه، اهدافك بعيده المدى متوسطه المدى، لازم تحولها الى مهام. حضرتك كل وقت، كل يوم، كل اسبوع عارف في هذا الاسبوع لازم ان انا انجز المهام الاتيه، والمهام دي حضرتك لازم تحدد لها اولويات، لان لو الوقت ضاق عليك مش قادر تحددها كلها ما تستنفذش وقتك في مهام اقل اهميه، لكن تبقى عارف كمان اولوياتها ايه. فلازم يبقى عندك مراجعه لاهدافك، لازم تكون محدد المهام اللي لازم تعملها عشان توصلك لهذه الاهداف، لازم تكون عندك معرفه بالاولويات ايه الاهم، ولازم كمان هذه المهام تكون فيها توازن ما بين مهام روتينيه، حاجات اليوميه day to day activities، ولازم كمان يكون فيها حاجات بتهتم بمستقبلك لحل مشكلات متوقعه مستقبلا حضرتك بتبدا تتغلب عليها من دلوقتي. فلازم نوازن بين امور الروتينيه والامور الحياتيه والامور المستقبليه في المهام اللي حضرتك بتعملها يوميا. ولازم تحدد لنفسك بعض الوقت للمهام اللي محتاجه تركيز، تحدد لها وقت مناسب ومكان مناسب وجو معين اللي حضرتك تقدر تحدد فيه هذه المهام، لان دقائق او ساعه مثلا بتركيز كامل ممكن تغنيك عن عده ساعات فيها توترات، فيها مقاطعات، وانك ممكن تستغل الاوقات الضائعه في اماكن الانتظار، في الانتقالات، في المواصلات، في بعض الامور المفيده ليك. شهر رمضان جاي عشان يقول لنا ان حياتنا وقت محدود لازم نقتنص ونستغله جيدا. جاي عشان يعرفنا أهمية وجود ديدلاين، وجود توقيتات مهمة بالدقيقة أو بالثانية لازم نحرص عليها ونحترمها ونخطط لها مسبقا علشان نكون أكثر نجاحا في حياتنا.